الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ونبينا صلى الله عليه وسلم. السادة الحضور كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشاعر مجدي زكريا: نوفمبر جل جلالك فينا، ألست من بث فينا اليقين؟ نعم، هذا هو نوفمبر اللي دائما يعطينا اليقين، اللي دائما يجمعنا في جلسات، يجمعنا على حب هذا الوطن. هذا نوفمبر اللي أعطى اليقين للمجاهدين أنهم ذات يوم أنهم يبدوا الاستقلال. نوفمبر اللي أعطانا اليقين احنا جيل الاستقلال أننا مهما تمر الجزائر بأزمات إلا أننا سنقف مجددا ونحافظ ونحمي بلادنا ونتمنى لها كل الخير. أولا باسمكم جميعا، باسم المجاهدين، باسم أرواح الشهداء الأبرار، باسم التلاميذ، باسم هذه البراءة، باسم السيد رئيس الدائرة وآباء المجاهدين، أنا أشكر مدير هذه المؤسسة سيف الله حسن على هذه المبادرة وهذه اللفتة الطيبة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أولا بأنكم ترفعوا من معنويات أبناء المجاهد وأسرة المجاهد وأحفاده وأقاربه. الشيء الثاني أنكم توثقوا ذاكرة هذا المجاهد، وبالتالي أنكم توثقوا الذاكرة تاع منطقة حد السحاري جمعاء. شكرا لكم مجددا وبارك الله فيكم. حنايا بفضل هذا المجاهد الأب الحاج الشيخ بن مسعود اللي جملنا اليوم. هو ما جبناش فقط اليوم، هو من بكري بيت كبيره يجبلوا الناس، معروفين في منطقه القصريه انها بيت كبيره من فرقه الهزال عرش السحاري ولاد ابراهيم. ولد فعلا هذا المجاهد وهذا الابن البار لوطنه في 1906 بمنطقه القصريه، بالضبط في وحده المنطقه يسموها نسيسه. تربى كباقي أبناء المنطقة، حياتهم كانوا يعتمدوا في حياتهم على الزراعة والفلاحة وعلى بعض النشاطات المعروفة بها أهل المنطقة، وهي تربية رؤوس الأغنام، بالإضافة إلى مصدر العيش تاعهم وهو جبل السحاري الذهب، إلى أن بلغ أشده. حظى تعليم قرآني لا بأس به، وحنا يظهر لي من خلال بعض الإمضاءات في وثيقة راه عندنا حنايا في أرشيف الجمعية أنه يكتب اسمه في الإمضاء، يعني يبين باللي هذا الإنسان أنه تلقى تعليم لا بأس به عن طريق معلم قرآني يقولوا سي محمد، وهذا سي محمد من أهلنا ولاد يحيى. ودرنا خطة للبحث يعني باستشارة أهل الاختصاص. أولا حبينا نعرفوا استراتيجية جيش التحرير الوطني من الناحية الجغرافية، ورسمنا الخرائط تاع الولاية والمنطقة والناحية والقسم. كذلك حاولنا في الشق الثاني وهي من الناحية الإدارية، وفيها شقين، كاين الشق المدني والشق العسكري. بالنسبة للشق العسكري هي يعني معروفة وكتبوا عليها المجاهدين معروف. أما الشيء اللي ماهوش معروف ورانا في صدد البحث تاعو ونطلبوا أي إنسان أنه يساعدنا وين ما تكون كاينة معلومات مؤسسة، وهي المجالس الثورية اللي نصبتها جيش جبهة التحرير الوطني في المنطقة. هذه المجالس الثورية توزعت على مناطق حد السحاري على حساب الفرق نتاعها. بن عثمان الشيخ كان واحد من أعيان واحد رئيس مجلس ثوري تاع منطقة الهزال أو فرقة الهزال في عرش السحاري ولاد إبراهيم بمنطقة الصداع الناحية الشرقية. أن هذا الإنسان ماهوش مجرد أنه يجمع الأموال، لا بالعكس، هو مسؤول تاع مجلس، لأنه هو اللي يدير المجلس هذاك. عندما نعرف الأعضاء نعرف الدور تاعه. أولا فيه مكتب تجاري، وفيه مكتب إصلاح، وفيه اتصالات، وفيه مسبلين، وهو رئيس المجلس الثوري. يعني هو مسير، هو ماهوش فقط كبير على المجلس، هو كبير على فرقته كاملة، هو اللي يدير
يدير شؤون أبنائه وموته وتعلم القرآن الكريم. وحنايا معروفة أننا في عرشنا أن البيت في الديرة دائما فيها معلم قرآن، وين تلقى معلم قرآن ولا لي بيت. الحاج الشيخ بن عثمان بطل ورجل من رجال حد السحاري، من القلائل اللي ناضلوا من أجل هذه البلاد. في أوت، في 17 أوت 62، يعني بعد إعلان على الاستقلال، أنه تنصب أول مجلس بلدي بقيادة رزقي الحاج بن مبارك. كان الحاج الشيخ بن مسعود بن عثمان كان عضو في المجلس. من بين المسؤوليات أنه ناضل في المجتمع المدني، أنه كان مسؤول في منظمة المجاهدين أواخر 67، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كان مسؤول في المكتب، وكان رئيس خلية حزب جبهة التحرير الوطني، وهو من المناضلين المخلصين لهذه البلاد، ومن المناضلين اللي ما بدلوش وما تغيروش، ومات على نفس الكلمة اللي انطلق منها. الله يرحم المجاهد الشيخ بن مسعود، الله يرحم كل المجاهدين الأخيار، ويرحم الشهداء الأبرار اللي بفضل جهادكم وبفضل يعني معاناتكم رانا الآن موجودين هنايا. شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.